وبعد 6 حلقات من مسلسل النص، واللي كان بكل تأكيد من أهم المسلسلات الكوميدية في موسم رمضان بالنسبة لي، لأني بحب أحمد أمين جدا وصعب أفوت له حاجة. ولكن هل كان على قد مستوى التوقعات؟ طبعا المسلسل مسلي وظريف، ومن المسلسلات اللي مش بتضايق منها، وكل حلقة بتكون ممتعة. بس طبعا أنا كنت متوقع حاجة أحلى من كده بكتير. بس نبدأ بالحاجات اللي عجبتني جدا. الكاست: احمد امين عامل الدور حلو قوي، رغم انه في لحظات بيبقى واضح انه خرج بره الشخصية، وبيرجع تاني لكوميديا احمد امين في البلاتو واغلب اعماله، واللي انا اصلا بحبها جدا. بس في رأيي بيكون في افيهات مش ماشية مع الموقف خالص. ولكن للأمانة ثنائيته مع عبد الرحمن محمد جامدة جدا، وأكتر مشاهد ضحكت فيها كانوا مع بعض. أسماء أبو اليزيد إضافة جميلة جدا. كمان حمزة العيلي واللازمة بتاعته اللي هي التهتهة دي كويسة جدا. وبرضه عناصر المسلسل فوق الممتازة. انت عندك ديكورات، ازياء، تفاصيل الحقبة الزمنية، حاجات تحترم جدا. ولكن نيجي للقصة نفسها، للأسف أقل ما يقال عليها إنها جيدة، لأنها متوقعة في أغلب تفاصيلها. أسلوب المغامرة نفسه مع كل مهمة أبطالنا بيدخلوها ممتعة، بس ما بقاش قاعد اللي هو مشدود او منتبه اوي للي بيحصل. وده ما كانش متوقع خالص بالنسبة لي. ده غير ان حبكة المسلسل كانت ممكن تتقدم من الحلقة التانية بالكتير. ايقاع المسلسل بطيء قوي، وهو اصلا 15 حلقة، وكمان كوميدي، يعني المفروض يبقى مسلي جدا. هو يحسب للمسلسل انه بيقدم كوميديا مش شبه اي حاجة، لانها في اطار تاريخي، وواضح انها مش فرط ضحك بالعافية، وده احترمته. طبعا صعب اقول اني هوقف المسلسل، لا انا هكمله، لانه في الاول وفي الاخر يحسب انه عنده سيناريو متماسك. لكن لسه فاضل 9 حلقات، فانا مستني اكمله، وهقول لكم رأيي تاني بعد ما يخلص ان شاء الله.